الله يهد حيلهم. شنطتونا مرتي بقرني، ولادي بقرني، بناتي بقرني. ففروا إلى الله. صدق الله العظيم. أغلقت الأبواب إلا بابه، وتقطعت بالناس السبل إلا سبيله. حينما يشتد ظلم ذوي القربى فلا حبل إلا حبله، وعندما تصفر وجوه البعض قترا وشحة وتقفر قلوبهم من رحمة الرحماء، فمن من كريم غيره، ومن يواسي المكلوم سواه. لأنه أنا ما في لي حدا منيح، يعني كله بزلنا وكله بيقلعنا. والله ما بتمنى شيء إلا نرجع لبيتنا، بس ما بدنا نقعد عند حدا. عم يحسوا فينا شوية إنه يمكن كل ما كنا قاعدين بجنينة مثلا بيجوا بيطلعوا فينا نظرة، يعني نظرة ما حلوة بالمرة، كأنه عم يتمسخروا علينا. عندما يئن بعض أهلنا بسكين غدر بعض أهلنا الآخرين، أو هكذا كانوا، لا رجاء أمام البعض الأول إلا أن يستجير برب العالمين من عدوان البعض الآخر. ما لي حدا، أنا أهلي بجبر وضعوا يعني كمان سيء، وما لي حدا. يعني نروح عند هون ما حدا نرتاح، أو إذا بدنا نقعد عندهم يعني يمننونا نحن قاعدين هيك وهيك، ما عاد ارتحنا، وين بدنا نروح؟ مجينا عند الجامع. ما حدا عم يهتم فينا، ولا حدا كله عم يسكر ابواب بوشنا، اما بس هالجامع هذا انفتح لنا لكل هالناس، الحمد لله. ما كنا نلاقي بيوت، وما معنا يا امي، والله ما معنا غير رحمة رب العالمين، بس وين بدنا نروح على بيوت؟ ميتين 2 شباب، لا تذكرني فيهم، رابوا تواضع. هذول 3 شهور، صار 3 شهور هون، 2 ونص. رحنا هاجرنا على المدرسة، أنا معاقة وما بقدر بالضبط. هاجرنا، قعدنا ما كنا لايقنا، قعدنا بجنينة هون تجارة. من التجارة أخذونا على مدرسة بالعمارة، فتحت المدارس لقينا ورجعنا، هي القصة كلها يعني. هكذا ببساطة لا ملاذ لهؤلاء السوريين المواطنين العزل المدنيين، لا ملاذ لهم ولا خيار إلا أن يلوذوا ببيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيجدوا سقفا يظلهم وأرضا تقلهم. مدارس وحدائق عامة هي الأخرى تناثرت فيها عائلات هجرتها رياح الأزمة الدامية بقوة التهديد والوعيد من مناطق ريف دمشق إلى قلبها على سبيل المثال لا الحصر.
هذا خلقهم بالمدرسة. والله هربنا من حمص من المسلحين وجينا على المدرسة لهون. هيك العالم بدها. كنا احنا 100 ليرة بنعيش، 100 ليرة بتنزل على السوق بتجيب أحلى غرض، أحلى صفرة بتمد 200 ليرة تمد أحلى صفرة. هلا روح والله ما بنحسن ننزل نشتري غرض من برا منهم، ما بنحسن نأمن نطلع بنت نسواننا بتطلع نص الليل على السوق بتمشي، ما حدا بيقرب عليها ولا حدا بيتعرضها. هلا والله ما حدا بيسترجي ويطلع برا. الله لا يسامحهم، الله لا يسامحهم، خربوا بيوتنا. شو بدنا نساوي؟ خربوا الدنيا والله. ما عدنا. جوزي شلحوا سيارته، جوزي عنده سيارة شلحوا اياها والله. والله صار شوية مشاكل، نحن هربنا، إرهابيين دخلوا المنطقة تبعنا وهربنا، اجينا مباشرة لهون. هلا مستقرين هون. لا ما كنا عايشين هيك، بس الله لا يوفق اللي سوى هالشيء هذا وعمل لنا هالمشاكل وخلانا هيك نطفش من بيوتنا. مشان ايش؟ مشان الغلا ورقتين سوى هيك بحاله. ما في لي مسكن الا هالجنين هاي، لا معي حق اجار بيوت ولا غدر. انا وزلمه مريض ما بقدر اشتغل. ثاني شيء جيت اضطريت لك شاف قعدتنا هين. هاي قعدتنا من اول ما اجينا من الحوادث لهسه واحنا بجنينات نايمين بالشتاء وبالصقع وبالبرد. قال بقول لي كمان احنا ما لنا مجبورين فيك، الك حلب بتروحي عنده وجينا لهون. لولا هالناس والله لقمة الاكل ما بنشوفه. وعم ننام هون، لا جمعانه لا فرشه ولا حرام. كتر خير هالناس اللي اعطونا اياهم من لبس واواعي، حتى المي بيسقونا اياه. شو عم تمارسوا حياتكم؟ في إلنا الله، بعد الله ما لنا حدا. أطفال ونساء وشيوخ ضجت بهم الأماكن، ولا دفء لهم غير أنفاس بعضهم البعض، وشيء مما جادت به الطبيعة الزاهدة أو بعض أهل الآخرة الأحياء. يقولون الصورة ب1000 كلمة، فكم تساوي هذه الصور من كلمات؟ قد نكتفي بهذا القدر للضرورة الفنية. أما ضيوف تقريرنا فلا عزاء لهم. وإذا ثمة من كان يقول تهكما، يبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء. فما هي العدالة الواجبة هنا؟ وما لسان حال الكثير من جيل ما يسمى الربيع الذي أكلته الدابة قبل مولده، إلا متمثلا بقول الشاعر: أظمأتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائبا. حرية، هي الحرية اللي كنا عايشين فيها من قبل، وهلا لا ما عاد في حرية أبدا. وين الله يعطي الحرية اللي أخذناها. هاي الحرية هاي يشوفوا حالهم وين بيصيروا بعدين، وخلوا هالبلد تعيش مثل ما كانت ومثل ما بدها تكون أحسن. ما في وقت. لا أخي عمي أخ ما بعرف أخ من الحرية. كنا قاعدين بأمان الله مبسوطين، كنا قاعدين بأمان الله مبسوطين. لا بدنا حرية وما ليش أحرار. كنا أحرار وما أحلانا. أخ من الحرية